السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي بقى لما اقولك الفيديو ده على قد ان هو فيديو صغير، بس عايزه اقولك ان هو مهم جدا جدا جدا. تابع الفيديو ده للاخر لان بصراحه هتطلعي بمعلومه مهمه قوي قوي. شايفين الخس ده؟ ستات زمان استخدموه وطلعوا منه بنتيجه ممتازه جدا. بجد شابوه لكل ام وكل ست بيت كانت شاطره وكانت بتوفر في بيتها، وفي نفس الوقت كانت بتعمل حاجه مفيده جدا. من الحاجات اللي كل دكتور كان بيتكلم فيها واكتشفتها ان من الحاجات اللي هي تقي المعده من أي أمراض ممكن تكون خبيثة أو أي حاجة. اعتمدوا الفكرة دي وخلوها على طول عندكم. بصوا كده، أنا كل ما باجي بجيب خس بالشكل ده بشيل الورق بتاعه في كيس واحطه في الفريزر، بس مفيش أسهل من كده. يعني بدل ما بترمي ورق الخس اللي هو بيكون زيادة ونقول نرميه ملوش أي لازمة، لا يا ستي، الكل بقى ليه لازمة ومهم جدا كمان. تعالى أقول لك الوصفة الجميلة التحفة دي، وما تنسيش تشيري الفيديو علشان غيرك كمان يستفاد من كل حبايبك وأصحابك. يلا نبدأ الفيديو. اولا كده انا هجيب ميه تكون بتغلي على النار، حله بالشكل ده، واجهز معايا مصفى كمان. الميه ما فيهاش اي حاجه، ما بنضيفش اي حاجه فيها، مجرد الميه تغلي انزل ورق الخس اللي انا كنت شايلاه ده وانزله في الميه بالشكل ده. بصي ما بتاخدش ثانيه على الاطلاق، سهله وبسيطه جدا. وما تقلقيش ان هي الميه بتبقى لونها اصفر كده مكان السلق بتاع الخس، عادي ما فيش اي مشكله. هاخد الكميه اللي بعدها وابدا انزلها بالشكل ده في الميه، ومفيش ثانية زي ما بقولك كده، وهطلعه على طول. أنا مش بجري الفيديو، هو ده زي ما بقولكوا بالظبط، نفس مدة السلق بتاعتها هي بالطريقة دي. أنزله وأطلعه على طول، والكمية اللي بعدها وهكذا لحد لما أخلص الكمية كلها اللي عندي وتطلع بالشكل الجميل ده وأصفيها على المصفى. خلاص كده تمام. وتعالي بقى يا ست الكل، حطي حلة كده على النار، تكون على نار متوسطة، وضعي عليها كده قطع من الدهن. هديها كمان حبة من الزيت كده عشان أشجع الدهن إن هو يسيح معايا بسرعة. وبعد كده هديله تقليبة والتانية كده في السريع، وخلاص الدهن بتاعي بيبتدي ان هو يسيح معايا بالشكل ده. وبعد كده انزل ببصلة تكون متوسطة اكون انا فرماها بالشكل ده، وانزلها على الدهن بتاعنا. انزلها كلها وبعد كده ابدا ان انا اقلب كله مع بعض بالشكل ده. انا مش بحمر البصل خالص، انا بخلي البصل بس يدبل معايا. بعد كده هبتدي ان انا انزل عليه عصير الطماطم اللي احنا مصفيينه من القشر بتاعه، وهديله تقليبه كده تمام وزي الفل، واغطي عليه لحد لما يتسبك معايا نص تسبيكه مش قوي يعني. بعد كده هنزل بقى الملح والفلفل الاسود، وبعد كده بهارات المحشي الجميله اللي عايزه اقول لك بتدي طعم خطير جدا للمحشي. وبعد كده نعناع مجفف، وبعد كده هنزل بقى بالخضره بتاعتي اللي هي بقدونس وكزبره وشبت، وهنزله عليه بالشكل ده، وهديله التقليبه التمام بالمنظر ده. وبعد كده هسيبها لحد لما تهدى معايا شويه او تبرد شويه كده عشان اقدر ان انا اتحمل ان انا اشتغل فيها يعني. بعد كده هنزل بقى بالرز، اغسله كويس واصفيه وانزل عليه الرز بالشكل ده، وهقلب. وبعد كده اشوف بقى لو محتاج ملح ولا اي حاجه برضو اضيف عليه. هجيب حله واحط في القاعه بتاعته شرايح من الجزر. الجزر بيدي للوصفه دي طعم جميل جدا. مش مشكلة جزر، لو ما فيش ممكن تحط شرايح بصل، شرايح طماطم، ما فيش أي مشكلة. بصي بقى الورق اللي احنا جبناه بتاع الخس وافرده قدامي بالشكل ده، بس اهم حاجة اخلي الناحية اللي هي بتكون ناعمة هي اللي تبقى من بره، زي ما بعمل كده في ورق العنب بالظبط. وبعد كده اضيف من الخلطة بتاعتي اللي هي بتاعت المحشي، وابتدي ان انا الفه بالشكل ده، بيطلع صباع جميل بالمنظر ده، وارصه في الحلة وهكذا، واخد اللي بعديه. عايزة اقول لكم بيطلع طعمه خرافة، والله طعمه جميل جدا. بصوا كده، لو لقيتوا اي حتة من العيدان اللي هي بتكون موجودة بتاعت الخس بتشيليها عادي، مفيش مشكلة. اضيف الرز زي ما قلنا وابتدي ان انا الفه بالشكل ده. وسامحوني انا قلعت الجوانتي عشان مش عارفه بصراحه ان انا اتعامل بيه خالص. بصي بقى انا ببتدي انضفه بالشكل ده، بشيل العود من النص والفه على طول. شايفين؟ مفيش اسهل واحلى من كده، وبطريقه تفصيليه اهو عشان تشوفوها كمان. شايفين؟ شلته من النص وقسمته على 4. خلاص كده. وابتدي احط الخلطه بتاعتي والفه بالشكل ده. مفيش اسهل ولا اطعم ولا احلى من كده. عايزاكي تجربيه، هتحبيه جدا جدا، وكل وقت والتاني لما تيجي تعملي محشي ولا اي حاجه هتفضلي الطريقه دي. محشي الخاص جميل جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. انا ما كنتش بعمله كتير، بس انا لما اكتشفت ان هو من الحاجات اللي هي مفيده جدا للمعده، لا خلاص انا قلت ليه ما اعملهوش، ما فيش اي مشكله. احوش الورق الخاص بتاعي دوت في الفريزر، وكل ما اجي احتاج اطلع منه بدل ما ارميه ولا اي حاجه.
بص بقى انا خلصت خلاص المحشي بتاعي، لفيته وحطيت طبق بالعكس زي ما انتم ما شايفين كده علشان ما يفكش معايا، وضفت الشوربة بتاعتي وغطيته وحطيته على النار، وبعد كده هديت النار عليه وطلع بالطعامة والشكل ده. ما شاء الله حلو جدا جدا، والجزر اللي انا ضفته في القاعدة بتاعته اداله طعم كده مسكر وحلو قوي. عايزة اقول لك كمان هو ليه بيقولوا محشي الخس مفيد جدا للمعدة، لان الخس لما بيتعرض للحرارة الفايدة بتاعته بتعلى اكتر، ودي حاجة ما كنتش اعرفها قبل كده. عشان كده ابتديت ان انا اعمل على طول محشي الخس، حاسة ان هو جميل جدا. اعتمديه هتعجبك ان شاء الله.